نعم. هذا التوقع شبيه نعم. بالتوقع اللي توقعتيه للراحل باسكال سليمان لما قلتي انه في شخصيه قوتيه ستختفي وسيتم العثور عليها. إحدى الشخصيات الرئاسية أو القيادية سيستوني البارزة ستقوم بزيارة رسمية لإحدى الدول في العالم، ولكن للأسف هذه الشخصية سينطبق عليها جملة خرج ولم يعد. عاجل. أنباء عن اختفاء الرئيس في الجزائر مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين وإطلاق هاشتاغ أين الرئيس في مواقع التواصل، ولكن للأسف هذه الشخصية سينطبق عليها جملة خرج ولم يعد. حول الرئيس تبون أكثر من الواقع، شبه أزمة تعيشها السلطة الآن وهي إثبات أن الرئيس موجود، فهذا التحوير مخيف. الرئيس إذا هو موجود في الجزائر كان على الأقل يا سيدي ما قلناش ينزل يخاطب الضحايا بفيديو يا سيدي، يعمل تعزية تنشر بفيديو في نشرة الثامنة. أما الرئيس غايب والوزراء يحبوا يبينوا باللي موجود، ويجوك محللين يقول لك شفتوا الشيء اللي صار في عمليات الإنقاذ بفضل الرئيس. السؤال الذي طرحه العديد من الجزائريين والمغاربة والفرنسيين، لأن السؤال طرحوه الكثير من الجزائريين، لا أقول كل الجزائريين، طرحوه الكثير والكثير من المغاربة اللي ردا على سؤال طرحه آلاف بل مئات الآلاف من الجزائريين في كثير من الأحيان: أين اختفى الملك؟ وماتوا إشاعات وكذا وكذا. إذن رد فعل المغاربة أنهم يطرحوا سؤال أين اختفى الرئيس تبون، أنا نشوفه بلي رد فعل عادي وبسيط وتافه عادي. أنا لا يزعجني سؤال بعض المغاربة اللي يحبوا يفهموا أين الرئيس، سؤال عادي. بعض الفرنسيين خاصة الإعلام الموالي لليمين المتطرف طرحوا هذا السؤال، ونفس الشيء سؤال عادي، ونقدر نقول بلي سؤال طبيعي جدا: أين الرئيس تبون؟ أين الرئيس تبون؟ طبعا نطرح السؤال هذا ونحاول الإجابة عليه، نعاود نطرح السؤال: أين الرئيس تبون؟ أين هو الرئيس تبون؟ واحد يقول لك راهو في عطلة. إيه راهو في عطلة الرئيس؟ عمره الرئيس ما أخذ أكثر من أسبوعين عطلة، لأنه قريت بعض الشياتين هذوك تاع قش بختري يلعبوها إنه ضد فرنسا وضد المغرب وضد الرئيس راهو في عطلة وكذا. إيه في عطلة، ما كانش مشكل. قديش عطلة؟ 3 أسابيع؟ لا، عمره ما ادى الرئيس 3 أسابيع، إلا حالات استثنائية. قولوا لنا وش لي، لأن عطلة الرئيس أسبوعين، الرئيس ادى أسبوعين. أنا المعلومات اللي عندي أن الرئيس خرج يوم 5 أوت وقال لهم نرجع يوم 20 أوت، على أساس أنه غدا الأحد من المفروض فيه اجتماع مجلس وزراء يترأسه الرئيس تبون. الرئيس تبون لحد الآن غائب، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية متوقفة غائبة، وكأنه شلل تام في الدولة. الغريب أني دخلت حتى وزارة التجارة الخارجية، دخلت الموقع التجارة الخارجية، قلت والله خليني نشوف التجارة الخارجية وش راهم يقول. لقيت باللي آخر خبر يوم 16 أوت اللي هو تعزية: تلقى وزير التجارة الخارجية والترقية الاقتصادية البروفيسور كامل رزيق ببالغ الحزن والأسى بأحاديث سقوط حافلة نقل بواد الحراش. هذا هو، أنا قدامي صفحة التجارة الخارجية واد الحراش. أين هو نشاط الوزارة؟ أين هو نشاط الرئاسة؟ لا يوجد، كل شيء مبلوكي. لماذا نطرح السؤال أين الرئيس؟ لأنه المستجدات والأحداث اللي راهي صارت تحتم طرح هذا السؤال منذ سنة أو سنتين، وأنا أقول زريبة الإعلام. يعني للأسف الشديد الأيام أثبتت أنه بالفعل زريبة، قطاع الإعلام زريبة كوري، لأنه هذا الزريبة هذا الكوري حبش يتنظف وما حبوش يترباو. من المفروض
أنه، وهذا يحدث في كل دول العالم تقريبا، كل دول العالم وخاصة الشعوب المتحضرة، الشعوب التي عندها وعي سياسي ووعي حضاري، تطالب بمتابعة أخبار الرئيس، خاصة عندما يكون نظام رئاسي، مركزية القرار، تجميع كل الصلاحيات في شخص واحد اللي هو رئيس الجمهورية. لأنه إحنا لو كان عندنا نظام شبه رئاسي أو نظام برلماني اللي فيه رئيس الحكومة منتخب من البرلمان، مثل ما يحدث في تقريبا في معظم دول العالم، أنه رئيس الحكومة يكون من البرلمان، من أغلبية حزبية، من أغلبية أو تحالف حزبي داخل البرلمان، ويجي رئيس حكومة الذي يتحمل مسؤولية تسيير الحكومة. يصبح الرئيس مثله مثل الملك أو السلطان، يعني الحياة اليومية للمواطن غير مرتبطة بالرئيس، مرتبطة برئيس الحكومة، الوزير الأول أو رئيس الحكومة اللي هو نحمله المسؤولية. لكن احنا عندنا في الجزائر تقريبا ومنذ نقدر نقوله منذ الاستقلال نظام، عندنا نظام هو الرئيس. إذن كل شيء مرتبط بشخص الرئيس. أين المشكل؟ أين المانع من احترام المواطن؟ ونشر بيان من مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية يفيد أنه نعلم الشعب الجزائري أن الرئيس عبد المجيد تبون يقضي عطلته السنوية في منتجع من منتجعات بلادي احتراما للشعب. نزل بيان قال راني في عطلة، ما تقلقونيش أنا في عطلة، صلات كنبيرك في عطلة. لكن بعد العطلة من حقنا نسأل أين هو الرئيس؟ أين هو الرئيس عبد المجيد تبون؟ قال راهو عطلة. إيه عطلة؟ قلت لنا باللي 15 يوم، 15 يوم كملت، راح لو 5 أوت، لو 20 أوت كملت، هذا هو 15 يوم، أسبوعين، 20 أوت كملت. غيابه في فترة الكارثة في 15 اللي صارت يوم جمعة، من المفروض يعني الرئيس يظهر ولو بدقيقة يعزي الشعب الجزائري في وفاة هذا ويعلن الحداد ويكمل عطلته. لكن كملت العطلة والرئيس غائب ولا يوجد بيان رسمي ولا يوجد أي توضيح أو تنبيه. هنا يدخلنا في دوامة من الشك ودوامة من الأسئلة، خاصة مع خروج بعض الإشاعات التي من شأنها إدخال الشعب في تيهان. الشعب يطرح 1000 سؤال، شكون اللي يسير البلاد؟ شو اللي يحكم في البلاد؟ الكاشي تاع الدولة عند مراه، رئيس تبون وراه،